عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ورد من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافة ايضا راح اشارك معك اخبار في غاية الاهمية سنتعرف عليه ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون المرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام بدون اطاله ندخل مباشره الى صلب الموضوع. شارك معكم الخبر الاول واللي يتعلق بنبيل بن طالب، وكذلك ايضا الاخبار الخاصه بملف هذا اللاعب بخصوص اصابته الخطيره التي تعرض اليها في الاشهر القليله الماضيه. وطبعا اليوم تم رسميا تحديد موعد عوده نبيل بن طالب للتدريبات. هذا ما جاء عبر لسان رئيس فريق نادي ليل الفرنسي لليكيب الفرنسية، والذي صرح قائلا: أنا سعيد جدا لأن نبيل بن طالب يتمتع بصحة جيدة جدا اليوم. لقد بدأ نبيل بروتوكولا شهر سبتمبر مع نفس الطبيب الذي تكفل بملف كريستيان إريكسن لأنه تعرض لنفس الإصابة. وكذلك صرح قائلا: لقد أبلغنا اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي على الفور، والتي سيتعين عليها في مرحلة ما أن تعطي موافقتها بخصوص إمكانية عودة نبيل بن طالب للعب مرة أخرى في الدوري الفرنسي. هنالك 5 مراحل في البروتوكول الخاص بنبيل بن طالب، لقد اجتاز الأول والثاني وهو الآن في الثالث وحصل على الضوء الأخضر. الحمد لله، اللاعب راه يمشي في الطريق الصحيح. كذلك صرح قائلا: عادة تظهر العلامات الحمراء والتنبيهات في المرحلة الأولى والثانية، مما يعني أن هنالك استمرارية بالنسبة لطريقة علاج هذا اللاعب. الأمور تسير على ما يرام. تنتهي المرحلة الثالثة في بداية أو منتصف شهر يناير، والمرحلة التالية هي استئناف التدريبات الجماعية، ونحن قريبون جدا من ذلك. نبيل بن طالب سيعود إلى التدريبات الجماعية رفقة فريقه في منتصف أو بداية شهر يناير المقبل سنة 2025، وهذا الخبر ممتاز بطبيعة الحال. نتمنى أن هذا اللاعب يعود إلى أرضية الميدان ويشارك مستقبلا مع فريق نادي ليل الفرنسي، ويعود بصفة طبيعية مثل ما عاد الدولي الدنماركي ألا وهو كريستيان إريكسن، لأنه عندهم صراحة نفس المشكل الصحي وقع لكلا اللاعبين. كريستيان إريكسن هو أعزائي الكرام. بالنسبة لنبيل بن طالب هو في طريق العودة إلى أرضية الميدان والمشاركة كلاعب أساسي في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا الخبر يعتبر ممتاز. حاليا نمر إلى الخبر المولى أعزائي الكرام واللي يتعلق بياسين بن زية. طبعا جوائز البوشكاش، ياسين بن زية كان في المرتبة الثانية بعد الهدف الذي سجله لاعب مانشستر يونايتد أليخاندرو غراناتشو. وطبعا اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية احتل المركز الثاني في جوائز البوشكاش بفارق صوتين فقط مقارنة بصاحب المركز الأول. هذا مما يثبت لنا أن الجمهور صوت وبكثرة على غرناتشو، وفي المرتبة الثانية ياسين بن زية، عكس الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي شفنا اعزائي الكرام انه تصويت الجمهور كان لصالح مابولولو وياسين بن زية في المرتبة الثالثة. فتخيل معي انت انه ياسين بن زية ترشح لجوائز البوشكاش والعالم باكمله كانت عنده حرية التصويت وصوتوا لياسين بن زية. اما بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم وبالنسبة للجماهير وكذلك اللي كانت عندهم امكانية التصويت ما صوتوش لهذا اللاعب، وسميت بسرقة القرن بخصوص ياسين بن زية عدم تتويجه بهذا اللقب، أين كان هنالك غضب كبير جدا من طرف الجماهير. اللاعب بعدما أن لم يتحصل لا على جوائز الكاف ولا أيضا على جائزة البوشكاش المقدمة من الفيفا، خرج لمواقع التواصل الاجتماعي وشكر الجماهير التي دعمته في الفترة الأخيرة، وصرح قائلا: شكرا للجميع على دعمكم خلال الأيام القليلة الماضية من أجل جائزة بوشكاش وجائزة أفضل هدف في جوائز الكاف. لقد كانت مغامرة رائعة ولم أتخيل قط أن ألقى مثل هذه الموجة من الدعم، وللأسف لم يكن ذلك كافيا، لكنني فخور بأنني رفعت ألوان الجزائر عاليا ونحن معا. كذلك صرح قائلا: شكرا لجميع الذين صوتوا لي، إنه الأمر رائع أن يتم ترشيحك لهذه الجائزة ويتم الاعتراف بك. أما بالنسبة لتعليقه حول منشور مابولولو لنشراته الاتحادية الإفريقية لكرة القدم كي أعلنت عن فوز مابولولو بجائزة أفضل هدف، صرح قائلا: لن أكذب عليكم، بصراحة لقد كنت أنتظر إعلان هدفي في المرتبة الأولى بقارة إفريقيا، وذلك التعليق هو ما شعرت به فقط. أعيد مشاهدة الهدف مرارا وتكرارا بدون شك، إنه أجمل الأهداف في مسيرتي. حتى احنا كنا ننتظر أنه يفوز
بجائزة أفضل هدف للسنة من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن حتى من فوز بجائزة البوشكاش يعني نعتبرها منطقية، وعدم فوزه بجائزة البوشكاش أنا بالنسبة لي يعتبر منطقي، لأنه قلتها لكم في الفيديوهات السابقة أنه هدف غرناتشو أعزائي الكرام كان أفضل من ياسين بنزية، وحتى الجمهور كان عنده نفس رأيي بطبيعة الحال. أنا كان ماذا بيا يفوز بها ياسين بنزية، ولكن يعني صوتوا على هدف بلاعب مانشستر يونايتد. حاليا نمر إلى الخبر الموالي، والخبر الموالي عمل ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات من الدولي الفرنسي والتقني الفرنسي تيري هنري. طبعا تيري هنري أعزائي الكرام فتح النار على بيب غوارديولا، وتحدث عن أزمة نادي مانشستر سيتي الأخيرة اللي راهم يخسروا مباراة تلو الأخرى، وكذلك أيضا تحدث عن التأثير الذي تركه رياض محرز السلبي في الفريق. يعني غياب رياض محرز ترك يعني واحد التأثير سلبي بشكل كبير جدا. تيري هنري صرح قائلا: سنطرح عدة أسئلة بشأن خيارات بيب غوارديولا، ولكن أكبر خطأ قام به هو السماح برحيل رياض محرز وعدم تعويضه باللاعب المناسب، مع كل احتراماتي لسافينيو، ولكن رياض محرز كان هو المنقذ في نادي مانشستر سيتي خلال المباريات الكبيرة. طبعا هذا الشيء احنا قلناه أعزائي الكرام، تيري هنري قالوا اليوم، ولكن احنا قلناه فور بيع رياض محرز من فريق نادي مانشستر سيتي، وكي كان يلعب رياض محرز في نادي مانشستر سيتي وكان مهمش كنا نقولوا نفس الشيء. يعني تيري هنري قالها غير اليوم، ولكن احنا قلنا هذا الشيء يعني عبر السنوات الماضية. بيب غوارديولا يطلع وينزل يروح وين يروح ما راحش يلقى لاعب بمثل مهارات رياض محرز وبمثل الأداء الذي يقدمه رياض محرز. جابوا العديد من اللاعبين سي عليهم سياسة المداورة، ولكن ما قدموش ما قدمه رياض محرز. جابوا سافينيو ما قدمش الشيء اللي قدمه رياض محرز، جابوا جيريمي دوكو ما قدمش حتى هو الشيء اللي قدمه رياض محرز، جابوا يعني جاك جريليتش قالوا باللي انه راح يطفي رياض محرز وراح يغطي الثغرات اللي تركهم رياض محرز مالغري انه ما يلعبش في نفس المنصب نتاعو، ولكن اللاعب راه لاعب 44 ماتش ما مسجلش ولا هدف. كذلك العديد من اللاعبين الاخرين في الفودين ما قدرش يغطي غياب رياض محرز، كذلك برناردو سيلفا حتى هو ما قدرش يغطي رياض محرز. وقلناها سابقا لبيب غوارديولا انه كي يكون عندك لاعب بمثل رياض محرز يا اما تحترمه وتعطيه قيمته فوق ارضيه الميدان وتتهلا فيه، يا اما راح يخرج من فريق نادي مانشستر سيتي وراح تندم عليه. وهذا ما يحدث حاليا اعزائي الكرام، ما حافظش عليه انتقل الى فريق نادي الاهلي السعودي، وطبعا حاليا الفريق وبيب غوارديولا نادي على ضياع رياض محرز، وهو تيري هنري يؤكدها اليوم. ما لقاوش افضل بديل لرياض محرز، وحاليا نادي مانشستر سيتي في حاجه ماسه لرياض محرز، وراهم نادمين على رحيل رياض محرز من فريق نادي مانشستر سيتي. طبعا رياض محرز كانت عنده واحد التصريحات سابقا كان يأكد من خلالها انه يريد الاعتزال ويحلم بالاعتزال تحت قياده بيب غوارديولا في نادي مانشستر سيتي، ولكن بيب غوارديولا هو الذي دفع رياض محرز للرحيل عن فريق نادي مانشستر سيتي. بالضبط يعني بيب غوارديولا دفع اللاعب الثاني الا وهو كول بالمر، اللي لو كان بقى في نادي مانشستر سيتي ممكن انه كان راح يغطي 50% او 60% من غياب رياض محرز، ولكن يعني كول بالمر دار مزيه كبيره كيخرج من نادي مانشستر سيتي. انا مشجع تاع مانشستر سيتي، ولكن يعني كول بالمر لو كان بقى تحت قياده بيب غوارديولا يعني ما راحش يعني يقدم مستوى كبير مثل ما يقدمه حاليا في نادي تشيلسي، واللي هو حاليا يعتبر من هدافي الدوري الانجليزي الممتاز. غيب هذين اللاعبين وطبعا بيب غوارديولا وجد نفسه في مأزق كبير جدا جدا جدا، وكما قلنا لكم هذه الاشياء قلناها سابقا، وطبعا تيري هنري كررها اليوم لقنوات سكاي سبورت. وطبعا اعزائي الكرام يعني في الفتره الاخيره راني قاعد نشوف واحد المنشور يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا يتعلق برياض محرز، وواحد التصريح صرحوا منذ سنتين اعزائي الكرام كي لعبوا في دوري ابطال اوروبا ضد فريق نادي سبورتينغ لشبونه، وين نادي مانشستر سيتي تألق ضد هذا الفريق وفاز عليهم بخماسيه نظيفه. ورياض محرز واش قال في هذاك الانترفيو؟ قال باللي انه we played good but not our best، يعني لعبنا غايه، قدمنا مستوى كبير، سجلنا اهداف، خماسيه نظيفه، ولكن ما قدمناش الافضل نتاعنا. هادو راهم فايزين 5-0 خوتي، 5 اهداف مقابل ولا شيء، خماسيه نظيفه ضد سبورتينغ لشبونه، وقال ما قدمناش افضل مستوانا. روحوا شوفوا نادي مانشستر سيتي حاليا واش راه صاريلو. مانشستر سيتي حاليا وصل الى قاع البئر، خسائر متتاليه، وبيب غوارديولا يخرج للاعلام ويقول باللي انه اللاعبين قدموا مستوى كبير في هذه المباراه، مالغري انه بلعوا على سبيل المثال 3 اهداف نظيفه او يعني خسروا بثنائيه مقابل هدف وحيد. على بالي خوتي باللي انه بيب غوارديولا هذه المهمه نتاعو، مهمه المدرب، انه يموتيفي لي جوار باه اعزائي الكرام ما يتحطموش اكثر ما هما ديجا راهم محطمين. ولكن يعني نادي مانشستر سيتي كيفاش كان وكيفاش ولا رفقه رياض محرز، وكذلك عدد اخر من اللاعبين الذين حاليا هم
في خارج قلعة نادي مانشستر سيتي الأزرق السماوي. فالكل متحسر على غياب رياض محرز من فريق نادي مانشستر سيتي، والكل تقريبا يؤكد أن رياض محرز كان يعني صراحة، حتى بيب جوارديولا قالها في واحدة انترفيو زي كلام سابقا، قال امتلاك رياض محرز في فريق نادي مانشستر سيتي كأنك راك تعيش في النعيم، يعني عندك سلاح فتاك قادر ينقذ فريق نادي مانشستر سيتي في السراء وكذلك أيضا في الضراء، وخاصة في الأوقات الصعبة. ولكن بعد غياب رياض محرز الكل بدأ يتحسر عن غياب هذا اللاعب. على كل حال ننتقل حاليا الى الخبر المولى اعزائي الكرام. طبعا ريان شرقي حسب BFM ليون اكدوا باللي انه ريان شرقي في حال استمرار مشاركته مع منتخب فرنسا للشباب سيختار تمثيل المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل نهائي. وطبعا قلنا لكم سابقا انه هذه سياسه الضغط من اجل يعني استدعاء ديدي ديشامب هذا اللاعب في اسرع وقت ممكن، وراهم يحذروه باللي انه لو كان يبقى يعني يلعب في فريق يعني الامال وما يصعدش للفريق الاول ويلعب بعض المباريات الجزائر راح تخطفه. هذا هو الضغط اعزائي الكرام الذي يشكل حاليا على ديدي ديشامب من طرف الاعلام الفرنسي. ولكن اللاعب حسب مصادر كثيره حسم باه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، وهو منتظر حاليا باه يلعب ان شاء الله مع المنتخب الوطني الجزائري لا غير. بالنسبه للخبر الموالي، طبعا في المباراه اللي جمعت بين فريق نادي ويردر بريمان وكذلك ايضا سان باولي مؤخرا اعزائي الكرام مباشره بعد تألق الدولي الجزائري الذي لحد الان لم يلعب ولا مباراه دوليه، ولكن من الناحيه الاداريه والقانونيه هو لاعب للمنتخب الوطني الجزائري. انا اتكلم عن ميتشال فايزر. بعد تقديمه تمريره حاسمه حساب البوندسليغا اكد قائلا ولد الجزائر واجد. رسالة واضحة لفلاديمير بيتكوفيتش قائلا ميتشال فايزر يصنع هدف في فوز فريقه على سان باولي. يعني ولد الجزائر وهو لاعب نادي ويردر بريمان ميتشال فايزر واجد يا فلاديمير بيتكوفيتش، وحان وقت استدعاء هذا اللاعب في اسرع وقت ممكن بتستفاد منه الايام القليله القادمه. بالنسبه للخبر المولى اعزائي الكرام، طبعا كشفت لنا مصادر انجليزيه اليوم انه ابراهيم مازا يعتبر اولويه الخاصه بنادي نيوكاسل هذا الشتاء. الجزائري قد يكلف مبلغا يتراوح بين 10 إلى 20 مليون يورو لفريق نادي نيوكاسل الإنجليزي. طبعا اللاعب قلنا لكم سابقا لأنه لا يريد الرحيل عن فريق نادي هرتا برلين هذا الموسم، أو على الأقل في الميركاتو الشتوي. ممكن في الميركاتو الصيفي راح ينتقل إلى وجهة جديدة، ولكن حاليا اللاعب راح عجبته الوضعية نتاعو مع فريق نادي هرتا برلين، يعني ينال المكانة الأساسية، ينال حب الجماهير وكذلك أيضا اعتراف وأيضا احترام وكذلك ثقة من مدرب نادي هرتا برلين. فاللاعب لا يريد التفريط في كل هذه المميزات اللي راه عنده في فريق نادي هرتا برلين، وممكن أنه ينتقل إلى فريق جديد ويعني يبقى حبيس دكة ناديه الجديد على الأقل في الميركاتو الشتوي. فاللاعب لا يفكر بالرحيل في الميركاتو الشتوي، ولكن إدارة نادي يعني نيوكاسل وضع هذا اللاعب كأولوية قصوى في هذا الميركاتو الشتوي. وممكن أنه راح ينتقل هذا اللاعب في نهاية المطاف، يعني كل شيء وارد في عالم كرة القدم، نحن سننتظر وسنرى. ولكن حبيت نأكد لكم فقط باللي أنه نادي نيوكاسل يعني راه واضع اسم يعني إبراهيم مازا من أولوياته في هذا الميركاتو الشتوي. ننتقل حاليا للخبر المولي والاخير والذي يتعلق بيسري بوزوق الذي رسميا حسب مصادر يعني وين اكدت باللي انه اللاعب لا يريد البقاء في نادي الرجاء المغربي ويريد الرحيل وذلك بصفه نهائيه ورسميه. واليوم لم يلعب التدريبات مع زملائه في فريق نادي الرجاء البيضاوي. وطبعا أكد المصدر باللي أنه بوزوق لم يرغب في مواصلة اللاعب مع فريق الرجاء، خاصة بعدما أن تم تهميشه من طرف المدير الفني البرتغالي ريكاردو. وأكد أن رئيس الرجاء عادل يحاول إقناع بوزوق بالبقاء في الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، مؤكدا له أن المدرب يوشك على الرحيل وستتغير معطيات كثيرة بداية من العام القادم. فاللاعب يريد الرحيل في أسرع وقت ممكن من فريق نادي الرجاء البيضاوي، وممكن أنه سينتقل إلى أندية في البطولة المحلية، خاصة أن هنالك العديد من النجوم التحقوا بهذه البطولة الوطنية الجزائرية في الفترة الأخيرة. على كل حال كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.